تخيل لو قلت لك ان في شخص ورا المشاكل الكبيره اللي بتحصل ما بين براك وابوه الفتره الاخيره على السوشيال ميديا، والشخص ده هقول لك عليه كمان شويه. بس الاول خليني افاجئك واقول لك ان في علاقه كبيره قوي ما بين المشاكل بتاعه براك وابوه والمشكله الاخيره بتاعه محمد ومروان الشربجي ولعبهم تحت اسم العلم البريطاني. لكن انطلاقا من اليوم سيخوض مروان كل البطولات تحت رايه انجلترا. لا وكمان ايه العلاقه الغريبه ما بين ده وما بين بالنسياجا وترويجهم لعبادات الخاصه بالشيطان. بس عشان تفهم العلاقه الغريبه دي لازم نبدا من عند الشيف براك، والكلام ده مفيش اي حد على السوشيال ميديا خالص اتكلم عنه. كان لاول مره نشوفه بيعيط على السوشيال ميديا على غير عادته، لانه على طول كان معودنا على ابتسامته الحلوه اللي كلنا بنحبها. Lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. ابوه هو مدير اعمال الشيف براك، ومعاه توكيل بيديله الحق ان هو يتصرف في جميع املاك ابنه، واكيد براك مش هيدي اخوانا، ده الراجل ده ابوه يعني. وعلى حسب كلامه انه اتفاجئ ان ابوه باع العلامه التجاريه لمستثمر اجنبي، واسم البراند اللي اشتغل عليه شيف براك كل السنين دي اختفى، والراجل اللي اشترى العلامه التجاريه ليه التحكم الكامل فيها، يقدر يفتح العدد اللي هو عاوزه من المطاعم حوالين العالم باسم مطعم براك، وبراك نفسه يخبط راسه في الحيطه. والشيف براك اللي عمله ان هو باع العربيه الفورد ماستنج بتاعته وبفلوسها بدا مطعم جديد، وقال ان هو هيرفع قضيه على ابوه. الشيف براك يعتبر شاب صغير لسه ما تمش ال30 لانه مواليد 94، وشغلانته كشيف مش الحاجه اللي تعب عشان يوصل لها، لانه واخدها بالوراثه ابا عن جد. وعيلتهم كلها ما شاء الله عندهم طباخين على اعلى مستوى ومطاعم كتيره جدا، واكبر مطعم مشهور ليهم هو مطعم المدينه في اسطنبول، والمطعم ده ليه علاقه كبيره قوي بالمشكله بتاعه الشيف براك، وهنعرف الكلام ده كمان شويه. فتقدر تقول كده ان عمنا براك كان من الناس اللي بدات من الصفر، بس الصفر السادس على الشمال. الشيف براك عمل اللي مفيش اي حد في عيلته عارف ان هو يعمله، وهو انه ما بقاش مطعم مشهور على مستوى اسطنبول او تركيا بس، ده بقى من اشهر الشيفات، والمطعم بتاعه بقى من اشهر البراندات العالميه، وده بسبب المحتوى الجامد اللي طلع بيه على السوشيال ميديا وكسر الدنيا بيه بكميه الاكل الضخمه والحاجات الجامده قوي اللي بيعملها، وضحكته وهو باص للكاميرا بقت ماركه مميزه باسمه. والمميز اكتر من كده واللي شهره اكتر واكتر ان كميات الاكل الضخمه اللي كان بيعملها على السوشيال ميديا دي ما كانش بيرميها زي الناس بتاعت بره، لا ده كان بيطلعها بعد كده للخير، وده اللي خلى كل السياح اللي بتروح تركيا لازم تعدي على مطعم الشيف براك هناك. وكل حاجه كانت ماشيه زي الفل والدنيا اخر حلاوه لحد ما حصل الزلزال الاخير في تركيا، واللي اتدمرت فيه مدن واهالي كتيره، منهم اللي اتصاب ومنهم اللي مات، والشغل في البلد باظ والاقتصاد اتاثر بشكل كبير. بس الشيف براك ما اتاثرش بده قوي، لانه عنده مطاعم كتيره قوي حوالين العالم مش بس في تركيا. فالراجل زي ما احنا متعودين طلع مساعدات كتيره جدا بالملايين، وشفناها تقريبا كلنا خطوه بخطوه، وكنا مبسوطين قوي من اللي بيعمله وقد ايه هو انسان كويس ومعطاء، وبنتمنى ان احنا نشوف الناس كلها زيه. وهنا كانت مشكلته مع ابوه، اللي على حسب كلام براك ابوه قال له انه يقلل المساعدات وكفايه قوي الفلوس اللي احنا دفعناها لاننا كده دفعنا كتير، ومن هنا حصلت المشكله ما بينهم هما الاثنين وبطلوا يكلموا بعض. بس الشيف براك ما اداش اي اخوانه، وما كانش عمره يتخيل ان ابوه ممكن يعمل فيه كده وانه يبيع تعب عمره. وهنا يجي السؤال الحقيقي، هل تفتكر فعلا ان ابو الشيف براك حرامي وباع اسم مطعم ابنه عشان الفلوس؟ من واحنا صغيرين في حاجه مهمه قوي اتعلمناها، وهي ان احنا لما نسمع قصه ما ينفعش خالص نسمعها من طرف واحد، لازم نسمعها من الطرفين عشان نعرف مين صادق ومين بيحور. بس قبل ما اقول لك على القصه اللي قالها ابو الشيف براك، خليني الاول احكي لك عن الراجل ده، لان الراجل ده في تركيا يعتبر اسطوره ومفيش اي حد بيتكلم عنه. جنزانو اسماعيل هو ابو الشيف براك وصاحب سلسله مطاعم المدينه اللي كنا اتكلمنا عنها من شويه، وده يعتبر اكبر مطعم موجود في تركيا كلها. الراجل ده يبقى من اغنى اغنياء تركيا، وعنده من حوالي 20 سنه عربيات مكتوب عليها CZN، ايوه زي ما جه في بالك، هم نفس 3 حروف اللي موجودين في بدايه اسم المطعم بتاع الشيف براك. تمام لحد كده تمام. ابو الشيف براك بقى لما طلع في الانترفيو الاخير قال ايه؟ وهنا بقى يحصل اكبر بلوت تويست في السنه كلها، ويحسسك قد ايه اننا متغفلين وعايشين في لا لا لاند. اول حاجه قالها ان مفيش اي مشكله ما بينه وما بين ابنه براك، وان ابنه انسان محترم بيحب الناس والناس كمان بتحبه، وهو بيفتخر جدا بده. وكمان زود على كده ان الشيف براك ما وصلش اللي هو فيه ده لوحده كده، ده وراه كميه ناس شغاله مش طبيعيه، لا وكمان طبعا تمويل من الحاج الوالد، وكمان مطعم المدينه. وقال ان هو زعلان من الشيف براك ومن حركات العيال اللي هو بيعملها، وان الفيديوهات اللي براك بيصورها وهو زعلان وبيعيط هو اكتر حاجه مضايقه ابوه منه، لان كلها حاجات فيك. وقال ان اللي حصل ده بسبب شخص احتمال ان يكون لاعب في دماغ براك، والشخص ده هتعرفه كمان شويه.
وبعدها انتقل للمشكله الاساسيه اللي بينه وبين ابنه، وهي العلامه التجاريه بتاعه CZN، واللي براك طلع واتهم ابوه انه بح. Rica ediyorum ismimi, resmimi izinsiz kullanıp emek hırsızlığı yapan insanlara lütfen prim vermeyin. ابوه قال ان هو اصلا من حوالي 25 ل 30 سنه عنده عربيات اكل مكتوب عليها CZN، وبراك من غير ما يعرف اي حاجه ابوه اللي راح سجل المطعم باسم ابنه وخلاه CZN براك، ووضح ان اصلا علامه CZN مملوكه لمطعم المدينه بتاعه، وجاب ابنه وقال له انا عاوز اخليك مشهور في العالم كله، وهو اللي بدأ معاه وموله عشان ينجح على السوشيال ميديا. ونتيجه للدعم والتمويل بتاع ابوه طلع الطلعه الجامده قوي اللي احنا كلنا شفناها. وبعد فتره جه مستثمرين من دبي لجنزاو ابو براك وقالوا له عاوزين ناخد اسم مطعم المدينه، الفرانشايز بتاع المدينه يعني، فقال لهم ان مطعم المدينه مش هيطلع بره تركيا، بس ممكن نديكم اسم CZN براك، وهم وافقوا. هنا بقى انت ممكن تتسرع وتقول طب ما هو يا عم الراجل ابوه باعه زي ما قال، اقول لك اتقل معايا كده ما تبقاش متهور. جنزاو بعد ما المستثمرين وافقوا قال لهم يستنوا، وراح لبراك ابنه وعرض عليه العرض بتاع المستثمرين وانهم عاوزين يشتروا الاسم ويفتحوا في دبي، وقال له لو انت استنيت سنه واحده بس هفتح لك انا فرع في دبي بدل ما نبيع الفرانشايز لناس غريبه، عشان وقتها جنزاو ما كانش معاه فلوس تكفي انه يفتح المطعم ده في دبي. وهنا رد فعل براك كان مفاجاه، الشيف براك صمم ان دي فرصه لازم يستغلها، وانهم لو منعوه فهم كده بيضيعوا عليه فرصه العمر وبيضيعوا عليه ان هو يوصل للعالميه، وصمم ان لازم الصفقه تتم. والشيف براك هو اللي مضى واخد الفلوس من الشركه المستثمره في دبي عشان تاخد اسمه، وابو براك اصلا بره الموضوع، هو يا دوب قال لابنه على العرض اللي جاله عشان دي برضه حاجته. واللي كان بيوزه براك انه يبيع عشان اسمه يتشهر هو نفس الشخص اللي حرضه يعمل الفيديوهات دي ويتهم ابوه ظلم، والشخص ده للاسف تبقى ام الشيف براك. وفي الانترفيو قال ان كل الحاجات اللي مع براك هو اللي جايبها له، ارض 7000 متر في واحده من اغلى المناطق في تركيا، وهو كمان اللي بني له الفيلا وجايب له العربيات وكل حاجه، ده حتى اللاعب اللي عنده في الفيلا واللي ثمنها حوالي $1.5 مليون هو اللي جايبها له، وقال ان هو عمره ما كان حارمه من اي حاجه ابدا، ومفيش اي حد من المشاهير او الاغنياء في طفولته كان متدلع الدلع ده. وبالنسبه بقى لاكتر نقطه الناس انتقدته فيها انه كان بيبخل بالمساعدات على الناس، وقال ان المساعدات دي كلها هو اللي بيقدمها وفلوسها وفواتيرها طالعه من الشركه بتاعته، وان كل اللي طلبه من ابنه ان هو يخف تصوير شويه، يعني صور مره او مرتين، مش لازم تصور كل حاجه بتفاصيلها، احنا كده بنضيع الثواب بتاع الحاجه وده ما يعتبرش خير، ده يعتبر تسويق. طبعا انت اول دقيقتين في فيديو كنت مع براك وبتشتم ابوه، دلوقتي انت مع براك وبتشتم ابنه، بس عاوز اقول لك انك برضه ممكن تكون غلطان، بالرغم من ان قصه ابوه دي هي الاقرب للحقيقه، بس برضه ممكن تكون الحقيقه مش كده خالص، ممكن تكون دي تمثيليه كبيره قوي معموله من براك وابوه عشان يخلوا كل الناس في الاعلام والسوشيال ميديا تتكلم عليهم، وده طبعا هيولد اقبال على المحلات بتاعتهم مش طبيعي، وده لانهم بقالهم كام شهر مش ترندنج من ساعه الزلزال بتاع تركيا، ودي نفس الاستراتيجيه اللي بيعملها بعض الانفلونسرز، بيفتعلوا مشاكل وحوارات كلها فيك لغرض ان الناس كلها تتكلم عنهم، حتى لو الناس هتشتمهم او هتهاجمهم في الكومنتات مش مهم، اهم حاجه ان الريتش عالي. وهيقول لك الناس اللي بتهاجمنا دول اعداء النجاح، تقول لي بس يا عم كريم الحاجه دي هتدمر سمعتهم والناس هتفضل فاكره لهم الحاجه دي. حابب اقول لك ان الكلام ده مش حقيقي، وعارف ايه اكبر دليل ان احنا كلنا بننسى؟ قضيه الشرباجي اللي حصلت من كام سنه لما قرر ان هو يلعب تحت اسم منتخب انجلترا، الدنيا اتقلبت وقتها وفي ناس طلعت مؤيده ومعارضه للموضوع، بس بعدها الحوار مات ونسيناه خالص لوقت طويل لحد ما اخوه هو كمان قرر يعمل كده، بدا الكلام يرجع تاني، فالناس بطبيعتها بتنسى. فلما حد من الانفلونسرز بيفتعل اي مشكله ممكن يجيب مئات الالاف او ملايين المتابعين اللي بعد سنه او سنتين هينسوا اصلا ان هم جايين على حس المشكله دي ويبقوا فولورز للشخص ده، الشخص ده بعد كده يقدر ان هو يروج لهم منتجات او اعلانات او ولخص الكلام ده لقطه في فيلم تيد بتاع الدبدوب اللي كان بيتكلم. No matter how big a splash you make in this world, whether you're Corey Feldman, Frankie Muniz, Justin Bieber, or a talking teddy bear, eventually nobody gives a shit. فعشان كده عاوزك تفتح دماغك قوي، لان على طول اللي بيحصل قصادك واللي انت شايفه مش بيبقى هو الحقيقي، واغلب الظن بنكون متغفلين. عشان كده احنا ممكن نتوقع ان اللي بيعمله براك وابوه ده هو عباره عن تمثيليه، وعارفين يستغلوها كويس في التسويق لكل المطاعم بتاعتهم، سواء اللي موجود دلوقتي او اللي لسه هيفتح، ويرجعوا الاقبال على المطاعم بتاعتهم بشكل مش طبيعي من تاني. انا كريم حنفي، سلام.